الانفسترز لسه بيحبذوا ان هم ينفستوا في التيمز. ولما بقول تيمز هرجع تاني واقول اللي هو التيم ده مهم جدا في الاول. لان هو لما حد بيجي ينفست في حاجه ولا بينفست في الفكره ولا في الماركت ولا في الفكره لذيذه، هو الحاجات دي بيكونسيدرت، بس هو لا، ده هو بينفست في الناس دي هتعرف تحرك الموضوع ده من A ل B. فالتيم مهم جدا. طيب احنا خلينا بقى دلوقتي وكأننا بنضحك على المشاهد وبنقول له احنا جاي نصور فيهم تاني، بس احنا صورنا الحلقات في نفس القعده وتعبان يعني برضو لسه شكلي تعبان نفس ولسه في الجامعه ما خلصش ولسه بكره قاعد قدام. انت ليه تعبان قوي كده؟ ايه اللي تعبك؟ الشورت سوتس. طيب احنا دلوقتي مشينا في جورني لذيذه، يعني يا رب تكون مفيده بالنسبه للناس اللي بتشوف. ليه بقى؟ لان انت كنت بتتكلم عن البيرسونال اكسبيرينس وبتاع، انا ليا بيرسونال اكسبيرينس، وانت كنت بصراحه خير المنتور. مش بقول لك كده والله عشان انت موجود، لا ايوه. الموضوع ده على فكره انا لو يعني المفروض والله احطه في الايدياز. والله انت هتحطه دلوقتي؟ بحطه في الايدياز عشان ايه؟ عشان لسه في بوتنشال. انا فاهم، بس انا كده عارف واحده وايدي كانت متعاصه فيها. احنا لما نيجي نتكلم عن implementation ideas بصراحه، يعني انا هتكلم دلوقتي عن personal experience. ليه بقى انا بقول لك انا عشان بس امشي معاكم السيكونس. الجيرني من بدايه ليه ابدا بيزنس اصلا، تمام؟ ليه يبقى ليا حاجه بتاعتي وبعد دلوقتي بقى في فكره، تمام؟ زي الفكره اللي احنا هنتكلم عليها، تمام؟ وزي فكره بكر والكتاكيت، تمام؟ والافكار الباقيه كلها. دلوقتي الامبلمنتيشن بتاع فكره. انا دلوقتي جه عبد الوهاب جه يوما ما كلمني وبتاع. انا فاكر اليوم ده كنا احنا في الساحل وكان معايا نوت بوك قد كف الايد عليها بطريق، انا قلت لك عليها قبل كده، لقيتها بعدها بفتره. دي احنا في الاول هو عبد الوهاب شارك معايا الفكره، عجبتني. تمام. انا مش عايز بصراحه اقول الفكره تتسرق يعني، فاهم؟ بس عادي نبقى نتكلم برضو. المره اللي فاتت قلنا برضو ايه الفكره بتبقى حلوه لما بتتنفذ. فاللي هو برضو مش عايز الفاوندرز يبقوا هو خايف على فكرتي قوي ومش هقولها لحد عشان ما تنفذش. يعني عادي نقولها يعني ماشي. بس لا ما تقولهاش. هي الفكره كانت لذيذه وانا كنت شايف ان هي فعلا بتسد جاب، وكنت ابتديت بقى يعني ابتدى عقلي يتشاء. انا من نوعيه الاشخاص اللي انا دلوقتي لو في فكره عجبتني فانا مش بفكر بقى في ستيب 1، لا انا خلاص انا ستيب 20 مثلا. انا دلوقتي عقلي فيه، انا عديت كل الستيبس دي وفكر دلوقتي ان انا باكسباند في الامارات مثلا، يعني بغض النظر، بس انا بقول لك كمثال في امريكا يعني عادي ايا كان. سكايز ذا ليميت. فابتدي بقى وتلاقيني عمال بسرح بقى في عالم الاحلام وبتاع، وكم مره واحده الاقي نفسي انا لسه على السرير، انا ما بعملش حاجه، فاهم؟ بس انا دلوقتي في فكره. وانا عبد الله في الاول جينا نبتدي وكلمنا، طيب احنا التيم بتاعنا كذا كذا. التيم كشخصيات مع احترامي الشديد ليهم شخصيات زي العسل، ماشي، بحبهم. هقول لك التيم المفروض الواحد هقول لك على شخصيه، على يعني تجربه شخصيه بي انا في الفكره. متاثر حاسك متاثر. هقول لك عليها. في الاول كنا
كنت انا برضو رحت اكلم عناني تمام، وبعدين فكرنا في حاجه، وبعدين قلت له طب ماشي ما نقول كمان لشخص ما تمام. فاللي هو ايه، في الاول الواحد بيفكر اللي هو ايه يجيب اصحابه تمام. انا هجيب اصحابي تمام. بس اللي هو ايه في ساعتها اللي كنا عملناه غلط ان احنا كنا بنفكر بالطريقه دي تمام. المفروض كنت افكر ده مش عارف ايه ده كويس في كذا، والفكره دي هتحتاج كذا، ماشي. ده كويس في كذا، هكلم كذا بالظبط، اجيب تمام. الشخص المناسب اللي للحاجه هو اللي انا محتاجها. او الفكره الفكره محتاجاها الفكره دي محتاجاها. فهو تجميع التيم بيبقى شويه اللي هو ايه بالطريقه دي. لكن اللي هو ايه لو جبت يعني بشوف حاجات اللي هو واحد جايب 6 اصحابه وعاملين فاهم فكره، وكل واحد اللي هو ده مثلا ده عمل كذا في يوم من الايام، بس فده بقى ينفع معانا يعني. فده شويه ابروتش يعني كنا خدناه غلط. والشخص الثالث ده يعني لغايه دلوقتي يعني فاهم يعني كنا كملت انا وعناي، والشخص الثاني ما كلموش خالص. البيزنس يعني كان خسركم. خسرنا. وبعدها كنا دخلنا برضو مع حد ثالث تمام، وهو برضو كان شاطر في حاجه، وكنا اتكلمنا معاه ان هو يعمل حاجه معينه، ودخل وعمل الحاجه. وفي وقت برضو ما كناش اللي هو ايه متوافقين قوي، فقلنا لا خلاص هنبطل. بس لسه عارفين الشخص لسه عارفين، لان هو ايه كان الموضوع اوبجكتيف شويه فاهم. طيب يبقى انا كده مثلا، يعني انا ككرايتيريا التيم، فانا معايا فكره، فانا بختار الشخص المناسب للحاجه اللي الفكره هتحتاجها، اللي انا مش هعرف اعملها. بالظبط. اللي هو مثلا الفكره دي محتاجه حد بيفهم مثلا في الفلوس، ومحتاجه حد بيفهم في الاوبريشنز وممكن يتسحل مثلا، ماشي. هل محتاجه حاجه تانية؟ مش محتاجه مثلا. ممكن هل محتاجه شخص مثلا بيكود او في التكنولوجيا او كده؟ ماشي اوكي، اشوف مين بقى في السيركل بتاعتي اقدر اكلمهم. لكن مش هفكر من الاول ان انا هكلم اصحابي. هو في ناس بيجي يفكر في الموضوع، بيفكر في ان هو ده صاحبي وده انا بحبه، فخلاص انا عايز ان انا اشتغل معاه. طيب هو ممكن ما يفيدكش، هو ممكن ما يديش الاضافه، ممكن انت تكونوا بتعرفوا تعملوا نفس الحاجه، تحس ان انتوا كده بتعملوا يعني دوبليكيشن. بالظبط. وفي نفس الوقت في ناس بتفكر اللي هو ايه، زمان كان بيقول لك تختار، انا بحب المثال ده وعبده بيحبه. ايوه. تختار ذو الخبره ولا ذو الولاء؟ وده كان سؤال انا بحب السؤال ده. اوكي. اتسال قبل كده الرئيس من رؤساء مصر السابقين، اوكي، بدون ذكر اسمه، ماشي. ذو خبره ولا ذو ولاء؟ قال لك لا، انا اختار ذو الولاء. ذو الولاء. اوكي. فهم فينا ايه، هتختار ذو الخبره؟ تحب انت الخبره. انا عارف انا حاجات. الناس ساعات بتبقى دريفن انها تختار ذو الولاء، لان انا عارف ان ده عمره ما هي انا كنت هقول لفظ تاني، بس هي هيخوني، عمره ما هيخوني. ماشي تمام. بس في نفس الوقت هو انا لو مؤمن بالفكره وانا عايز اطبق الفكره، فانا شايف ان انا اختار ذو الخبره، لان هو ده اللي هيخدم الفكره. بص، هو يعني ده ممكن بيبقى ديبيت ما فيهوش صح وغلط، يعني بيبقى هو على حسب الشخص يعني. بس مثلا لو اتكلمنا من هو لو كونتكست اوف رانينج ا بزنس، هو زي رانينج ا كونتري، يعني ترامب عندك اهو. فاللي هو يعني هو انت ممكن برضو يبقى، اكيد برضو مش هيبقى اللي هو يا ده يا ده، لا. بس ممكن يبقى اللي هو حد عنده خبره قوي وحد عنده ولا قوي، بس مثلا اللي عنده خبره انت ما تعرفوش زي ما تعرف فانت ده. بتبقى خايف. بس انا ببقى شايف ان ممكن ودي مشكله برضو، يعني احنا واجهناها في فتره من الفترات في اور بروجكت، الديسيجن ميكر. بالظبط. ان ممكن انا اختار واحد ذو خبره، ممكن ميبقاش ذو ولاء، او انا ما اعرفش اذا كان ذو ولاء ولا لا. اوكي. بس انا ابقى حاطط اسمها ايه، خطوط عريضه ايوه. تحت ان مين الديسيجن ميكر. فوقت ما يبقى فيه كونفليكت ما بين ده وده، او انا وحد تاني، فخلاص ده الديسيجن ميكر، فهو في الاخر هيقول لا،
هنعمل كذا او لا هنسوي، وهو he's completely responsible عن الديسيجن، completely responsible عن اي توابع ممكن تيجي من القرار بتاعه. هو بيبقى في التيمز اللي هو بيبقى فاوندرز مثلا، في الفاوندنج تيم مثلا ليتس سي مثلا لو هم مثلا ايه 4 مثلا، يعني في الاول برضه هتكلم على غلطه برضه عملتها زمان. ما احنا الاخطاء دي خلي بالك هي اللي بتوصلنا للحته اللي احنا فيها دلوقتي، فاهم؟ يعني من غير اخطاء كان زمان. يعني هو مش غلط برضه، هو ممكن برضه يبقى ديبيت. يعني في حد بيديبيت ان هو نسبلت الايكويتي اللي هو النسب اللي في الشركه تبقى متساويه على بعض، ولا حد مثلا عنده اكتر. تمام. فاللي هو هقول لك ساعتها كان غلط ان احنا اخترنا يبقى اللي هي كانت ايكوالي. تمام. كان المفروض اللي شايفه كان هيبقى صح، اللي هو ايه، يبقى في مثلا حد او مجموعه الاشخاص هيبقوا مثلا اكتر شويه. بس بغض النظر عن كده، انت دلوقتي لو عندك مثلا ديسيجن، تمام، وعندك مثلا 4، كل واحد في فوتنج باور، تمام، اللي هو انت هتفوت بواحد، اللي هو لو هنعمل كده. بس لو هم اصلا برضو الايكويتي مقسومه ايكوالي، فاللي هو طب وبعدين افرض هو بقوا 2 و2، تمام. فهو في الحاله دي يبقى احسن لو في حد او مجموعه من الاشخاص يبقى الايكويتي ما تبقاش مقسومه ايكوالي، يعني ده في واحد عنده نسبه ازيد ان هو ده خلاص ده هي از ديسيجن ميكر. بالظبط. فحتى لو اتقسمت ايكوالي عمرها ما هتبقى ايكوالي في الفوتنج باور، يعني عشان الايكويتي مثلا تبقى اعلى عند حد معين. بس هو ده يعني ده في الاول احنا بنتكلم في ده، احنا دخلنا يعني في حاجات تقيله قوي، واحنا اصلا بنتكلم عن كرايتيريا السلكشن اوف تيم. بس هنيجي برضه بقى، يعني احنا كده خلينا نتكلم علشان برضه ما نتشعبش، بس احنا كنا بنتكلم عن كرايتيريا السلكشن، كرايتيريا بتاعت التيم، وقلنا ان احنا دايما لما نيجي نختار، يعني في البدايه انا معايا فكره وعايز دلوقتي انا ابتدي انفذها، طب انا عارف ان انا مش هقدر اقومها لوحدي، فانا ابتدي اختار تيم. فلما اجي اختار حد معايا، فانا بختار الشخص اللي الفكره محتاجاه، مش الشخص اللي هو الاقرب الى قلبي. مش اللي هو اجيب اصحابي واعمل الموضوع. بالظبط. برضو في حاجه دلوقتي، في شركات كتير سولو فاوندرز يعني بالاي اي دلوقتي. يعني بيبقى في انت الاي اي بقى يعمل كل حاجه، فهتلاقي ستارت ابس كتير فاوندر لوحده عادي جدا. يعني مستنيين دلوقتي، سام التمان كان بيقول ان هو مستنيين يطلع 1 مان بليون دولار كومباني يعني. فده اللي هو يعني هتلاقي الفتره اللي جايه دي ايه، فاوندر لوحده وعادي واضح. بس يعني يعني اظن دلوقتي برضو الانفسترز لسه بيحبذوا ان هم ينفستوا في التيمز. ولما بقول تيمز هرجع تاني واقول اللي هو التيم ده مهم جدا في الاول. لان هو لما حد بيجي انفست في حاجه، ولا بينفست في الفكره، ولا في الماركت، في البشر، ولا في الفكره لذيذه. هو الحاجات دي بيكونسيدرت، بس هو لا، ده هو بينفست في الناس دي هتعرف تحرك الموضوع ده من A ل B. فالتيم مهم جدا. تمام. احنا بقى يعني كخطوه مستقبليه بعد ما انت بكر تحدد التيم بتاعك، تمام، ان انتوا تختاروا حد يبقى هو ديسيجن ميكر زي ما اتكلمنا. اعتقد ان هو لازم يبقى ليه كواليتيز معينه، لازم يكون ماتيور. السي او يعني هو بيبقى هو اللي بيبقى ايه، بيفكر مثلا فكره وفاهم، ده بيبقى هو ده يعني يوجوالي بيبقى الشخص اللي هو ايه مسؤول يعني. طيب نيجي بقى للخطوه اللي بعديها. انا دلوقتي معايا التيم بتاعي ومعايا الفكره، وعايز بقى ابتدي اللي انا اطبق بقى الفكره. طب اول ستيب اخدها ايه؟ عندي التيم بتاعي وعندي الفكره، وعايز تبتدي ايه، تاخد خطوه ان انت تنفذ يعني. اول حاجه كنت قلتها في الحلقه اللي فاتت كانت اللي هو ايه، بكلم الناس اللي بتواجههم المشكله اللي انا بحلها دي. تمام. الناس دول هم اللي هيشيبوا البرودكت عامل ازاي، شكله عامل ازاي. فهو اول حاجه انا ابني الفكره او ابني الحل مع الناس دي، اللي هو
يعني اعرف هو ايه ايه المشكله مثلا اللي بتواجههم وابتدي ابني عليها. بس برضو ده معناه ايه؟ يعني مثلا هو لازم يبقى فيه مثال. مثلا ايه خلينا كده نشوف فكره من دول ونشوف أيوة. ممكن هننفذها ازاي. فهو لازم كده معايا نجيب فكره من النوت. اهو انتوا مش صيادله كلكم؟ ماشي. لا شوف فكره ثانيه. ده مش موجود دي اصلا. والله ممكن تبقى فكره لذيذه لو حطينا بس اي هنا. ماشي. هو مكتوب هنا SaaS for pharmacies system. تمام. في SaaS كتير في الفارماسيز اللي هو ايوه السؤال ده مهم جدا. السؤال ده غايه في الاهميه. في نظره بلاهه على كل لا وخلي بالك الكلام يكمل عشان احاول اجمعها. ما انا نظره البلاهه بتختلف من واحد نظره بلاهه مطلقه اللي هو انا مش عارف هو ايه ده اللي بيتقال ده، وفي واحد بقى اللي هو انا فاهم عندي منه 2 في البيت. فاهم الساس ده عملتها بكام في ثالثه جامعه. لا زي بكر كان الحلقه اللي فاتت. SaaS اللي هي يعني software as a service. تمام. اللي هو ايه؟ ايه لسه انا في مرحله الايه اللي هو اقول لك زي software as a service. سوري معلش قبلها. السوفت وير از سيرفيس ده مثلا ايه؟ ده اللي هو بيبقى السيستم اللي على الصيدليه. تمام. ايوه اللي جوه الصيدليه. اللي هو على الكمبيوتر السيستم اللي فيه الادويه اللي جوه وفي طلبيات جايه ومش عارف ايه ده كذا اتباع. ايه النواقص السيستم اللي هو ايه بيورجنايز الصيدليه دي كلها. تمام. فاي فده الموضوع ده بيسموه SaaS. وهتلاقي حاجات كتيره موجوده يعني. فكره حلوه ان احنا لو دخلنا لو دخلنا لا بس بلاش عشان بس كله قاعد يقول AI ومش AI وكده. يعني بس اقول لك AI مثلا والله انا كنت ابقى من الناس دي فاهم. اكيد مش انا اللي هخش. اصل ممكن تدخل عليه الموضوع ده فاهم. ويبقى ايه؟ تدي مثلا للصيادله تدي للصيادله مثلا ان هو يعمل الساس بتاعه ثرو يعني الاي اي اللي هو بس يكتب انا عايز اعمل ساس الصيدليه بتاعتي صيدليه مش عارف ايه فاهم. وهو يبني له بقى الساس بتاعه ده. بس ماشي. فكره مثلا ايه؟ عايز اعمل مثلا السيستم ده للصيدليات. ازاي هنفذ الموضوع ده؟ هنزل مبدئيا اكلم كل الصيادله اللي موجودين حواليا. تمام. اللي في الصيدليات كذا كذا اعرف منهم مشاكل. طب انتوا بتنظموا اصلا صيدلياتكم ازاي دلوقتي مثلا؟ تمام. ممكن واحد يروح فاتح لك يقول لك هو في مش عارف ايه فاهم. اللي هو ابن خالته اصلا هو اللي عامله له فاهم كده بايه بتاع. قول له انا بستخدم ده مثلا. تلاقي حد مثلا ايه جايب كذا. فاللي هو تجمع فاهم. تجمع كده ايه اللي هو تشوف الدنيا عامله ازاي. تبتدي بقى ايه اللي هو لو عايز تنفذ تبتدي انت تعمل اوكي ماشي. انا عايز ابني حل الموضوع ده. فدايما في حاجه اللي هو اسمها MVP minimum viable product. تمام. اللي هو يعني بروتوتايب شويه للموضوع للفكره اصلا للفكره. انت ممكن تبني حاجه. ممكن حد بقى ايه بيقول لك بس انا عشان ابني دي محتاج $1,000,000 عشان اعمل تكنولوجي مش عارف ايه. تمام. بس لا خالص يعني لا انت ممكن هتقول له كلمه انت ممكن تعمل اللي هو كونسبت للحل بالريسورسز اللي موجوده عندك. وتبتدي ايه اللي هو يعني مثلا فور اكزامبل مثلا هعمل كونسبت الحل ازاي مثلا الصيدليات. هعمل مثلا برضه فكره الصيدليات دي برضه صعبه يعني. خلينا نتكلم على اللي انتوا كنتوا شغالين فيه. تمام. بس لا كده لازم نقوله يعني. بس في ناس بيبقى عندها ادويه يعني تطلع اكسباير هو مش شغال عنده في المنطقه بتاعته. اوكي. فممكن دلوقتي الصيادله بيعملوا ايه؟ بيبقى في جروبس لكل منطقه النقابه عاملاها او اي حد عاملها
الصيدلي بيخش على الجروب يقول مثلا متوفر عدتين كذا تاريخ كذا حلو قوي، حلو. خاص بكذا. هو بدل بقى ما يخش على الواتساب ويدور على حد يكلمه، هو ممكن يبقى في حاجة عارف فكره ايه زي دي موجوده، ما شفت مش موجوده في مصر بس شفتها في انجلترا. في ابلكيشن بتدخل عليه وبيبقى فيه الحاجات بتاعه في الكوفي شوبس والبيستريز والكرواسون ومش عارف ايه، الحاجات اللي هي خلاص ايه بتبتدي، فاهم، اللي هو جه اخر اليوم وما بتباعتش خلاص. فبيروح بيحطوا الحاجات دي على الابلكيشن ده، وبيعملوا زي اللي هو ايه، انت ممكن تشتريها بقى ديسكاونتد 80 و70% وتوصل لك، هيجيبك فاهم؟ موت. نط على المكان. استنى الساعة 4 العصر. خاص ب 80%. ينفع تطلب الحاجات دي وتبقى ديسكاونت. فهي نفس الفكره دي. فمثلا اوكي ماشي، خلينا اللي هو مثلا الادويه الاكسبايرد مثلا للصيدليات، خلينا نتكلم اللي هو مثلا ايه، انا لو عايز اعمل MVP ليها هعمله ازاي من غير ما انفست فلوس كتيره جدا في تكنولوجي؟ انا هعمل ايه؟ عارف اللي هو بيعمل قص ولزق، انت هتعمل الحل بس انت التكنولوجي، فاهم؟ اللي هو انت اللي هتبتدي بقى ايه، تروح مثلا 30 صيدليه او واتيفر، تقول له بص ده رقمي اهو، انت على اخر او مش على اخر، انت في كل اسبوع كل اسبوع كل انا كنت فاكر الفكره الثانيه، كل اسبوع ابعت لي الادويه اللي عندك، تمام؟ وانا هم بيبيعوها لايه قلت؟ للصيدليات تانية، اوكي، اللي هي بيبقى عندها طلب على الدواء ده. تقول لي الادويه اللي عندك هتطلع اكسباير مثلا وانا هطلعها لك. بالظبط، قول لي الادويه اللي عندك اللي هتطلع اكسباير، فاهم؟ وانت يبقى عندك اصلا كوميونتي بقى اوف ايه، صيدليات كتيره، او قلنا 30 مثلا، وتعمل كده مع كل الصيدليات، تمام؟ يبقى عندك انت مثلا سبريد شيت، تمام؟ كذا كذا كذا، ماشي، طيب ماشي، كذا كذا كذا، تمام؟ فاللي هو انت التكنولوجي، انت التكنولوجي نفسها، انت اللي دايما ايه بتبعت للصيدليات، انت اللي بتقول لهم ده في معروض مثلا ادويه كذا كذا كذا، تبقى بتنزل كل يوم مثلا بوست على واتساب جروب مثلا. ممكن اساله يعني الحاجتين، ايه اللي عندك هيطلع اكسباير، وانت مثلا عايز ايه اللي ناقص عندك، في نفس الوقت اسال صيدليات اشوف هنا مع هنا. انت عملت بارافريز. بقول يعني عشان ايوه، وانت مثلا تبقى عامل مثلا ده مثال حلو اللي كان بيدور عليه الحلقه اللي فاتت، ان تبقى اوبسيسد على المشكله مش على بالظبط، هو كده اوبسيسد على المشكله فعلا. اللي هو بالظبط ده حقيقي، يعني اللي هو ما تبقاش انا مركز. لا فاهم، تابع. قلت لك هو يطلع فكره بس هتخش مش هتخرج. دور على حرام انت خارجه. فاللي هو انت هتبقى انت التكنولوجي، ومثلا تبقى عامل مثلا واتساب جروب وانت اللي بتبوست مثلا عليه، وهو مثلا بيشوف مثلا البوستس بتاعتك كل يوم، فمثلا الصيدليه دي ده انا عايز كذا، ده انا عندي كذا مثلا. فاللي هو انت ايه بتبتدي بقى ايه اللي هو بتوفر لهم ده، وتقول لهم مثلا طب يا جماعه ده احنا هنخلي مثلا الاشتراك في الجروب ده مثلا انا هقول اي رقم خلاص، ب50 جنيه في الشهر، تمام؟ هتلاقي ناس بتبتدي ايه ماشي، لا ده ممكن، تمام، انت بتخرج فهو لي حاجه الاكسبيرت اللي عندي، فانا مش خسران. بالظبط. وفي نفس الوقت في واحد تاني بياخد الحاجه الاكسبيرت بخصمه وبيبيعها، بالظبط، كسبان. فاللي هو انت عملت فاليديشن للفكره، فاليديشن اللي هو يعني ايه فاليديشن، مش عارف، اللي هو يعني توثيق، يعني توثيق او اثبت الفكره معموله من غير ما بنيت تكنولوجي ولا عملت ايه ولا عملت كده. تبقى انت الام في بتاعك نجح. بالظبط، نجح ده جماعه. في اللحظه دي بقى في قدامك خيارين، تمام؟ يا اما انت هتكمل كده، بيقولوا عليها اللي هو تكمل بوت سترابنج، اللي هو انت مكمل، انت مش محتاج فلوس من بره ولا مستثمر ولا اي حاجه، يا اما هتكمل كده، يا اما اللي هو ممكن ايه، لا انا عايز مستثمر، عايز مستثمر بقى عشان انفست اكتر في الايديا، وابنيها يبقى في تكنولوجيا، ما بقاش انا اللي قاعد. وكل حاجه ليها البروز اند كونز بتاعتها. انا لما كنت فاوندر فيرست تايم، يعني اول مره، كنت دايما ايه من ناحيه الانفسترز دي اللي كانت في دماغي،
عشان كنت بتشوف بقى مش عارف نزل تقريبا بس يعني عادي يعني فاهم. لا لا عادي يعني سيبنا الشو بتاع استاذ لميس الحديدي كل 2 بنروح نخلص. انت عارف بقى حاجه ايرونيك جدا في الحلقه دي او في السيزون ده، ان احنا كان معانا في نفس السيزون كان معانا سويفل. والله العظيم. وسويفل خسروا واحنا كنا كسبنا، طلعنا اللي هو مركز ثالث او whatever يعني. وبعد كده 4 سنين عدوا ولقيت نفسي في الماسترز بتاعتي بعمل برزنتيشن على سويفل وان هم they're listed على ناسداك في نيويورك ومش عارف ايه. فتعمل فجأة ايه يعني ممكن حاجة تكون نظرة البلاء. خلي بالك ما اصور ان هم طلعوا على البورصة يعني في امريكا حتى حطوا حاسس بالبؤس. خسروا دول خسرانين والله فاشل يعني. المشروع رايح كسبوا على فكرة. فكان يعني موضوع ايرونيك فاهم اللي هو يعني فاهم ما عدوش في السيزون ده. بس هو بعد كده ايه اللي هو يعني بس احنا كنا بنتكلم في ده ليه اصلا؟ احنا كنا بنقول احنا كنا بنتكلم عن ان انت بتقول دلوقتي انا قدامي خيارين. قدامي خيارين اللي انا ان انا اما بوت ستراب. ايوه بوت ستراب يا اما ان انا اريز فلوس. ماشي. بس انا حاسس ان احنا برضو دلوقتي انا دلوقتي طيب اوكي. اعتقد ان انا لو مشيت في حته الانفستورز دي فهخش في حته البيتش ديك وفاينانشال موديل والكلام ده. طب الجهه الاخرى الخيار الثاني هل همشي فيها برضو ولا لا؟ ماشي. هو انت لو في حته الانفستور يعني هو ممكن الواحد يركز في البيتش ديك وفي الفاينانشال موديل بس ما يبقاش ده التفكير بتاعه المين خالص. لا ما يبقاش في تفكير المين. هو لازم يعرض نفسه بطريقه كويسه، لازم يوريهم ان هو الحسابات عارضها متخيلها بطريقه كويسه بس ما يبقاش تفكير المين. الناحيه الثانيه انت لازم كده يبقى عندك، انت في البيزنس لازم عندك فاينانشال موديل. لازم تبقى عارف يعني whether انت في انفستور ولا مفيش انفستور انت لازم يبقى عندك ايه الحسابات، المصاريف محتاج تعمل قد ايه عشان بعد كده تقدر تقيس يعني اللي هو انا عايز السنه مثلا اللي جايه اعمل كذا من ناحيه مثلا بقى الفلوس او من ناحيه الكاستمرز او من ناحيه هو الخيارين كده انت لازم عندك فاينانشال موديل. طيب مستقبل كل خيار فيهم انهي الالمع؟ ماشي. هو ده يعني ايه اللي هينجح اكتر؟ ده كل واحد ليه البروز والكونز بتاعته. طبعا الكونتكست يعني ايه كونتكست بتنطق يا ابني احنا ما طلعنا على فكره مع لميس الحديدي كانوا بيقولوا لنا لازم تكلمهم بالعربي بس، فاللي هو كان موضوع صعب بصراحه. يعني للاسف الواحد ما بيعرفش يتكلم اللغه بتاعته كده يعني. فده نسيبه الحلقه تانية اصلا. ما خلي بالك يعني هو برضو كل حاجه ليها مميزات وعيوب يعني. ايوه بس يعني يعني اعتقد انت لازم يبقى عندك الاثنين. ايوه يعني ماشي. الشخص اللي بيرتم كتير بالانجليزي فاهم يعني ممكن الشخص اللي قاعد بيترجم ممكن يقول لك البوت ستارينج ده مش هيكون معاك حد بياخد بس في المال. ما هو بيبقى ليها بروز اند كونز. يعني مثلا انا في الاول خالص انا فكرت في فكره، انا كان في دماغي ما كانش في دماغي اصلا انفسترز خالص. كنت فاكر انفسترز دول مش موجودين فاهم. اللي هو لما جيت اتكلم عنها وكده في دماغي الانفسترز ما فيش اصلا انفسترز. انت كنت بتبني الفكره اصلا احنا هنعمل بيزنس وهيدخل فلوس وهي دي طريقه بس. تمام. بس بعدين بدات بقى الاقي في الميديا ده مش عارف كذا ريزد $2 مليون بري سيد راوند مش عارف ايه فاهم. بلاقي كل الميديا كده، فاللي هو في نظري النجاح بقى كده فانا لازم اريز فلوس. وده كان تفكير غلط. فبدات كده اللي هو في فتره اللي هو بالنسبه لي الفاندنج ده معناه نجاح وده غلط جدا. معلش السؤال هو دلوقتي اختار خيار من الاثنين
اللي يحدد انا هرجع تاني ما انا عايز اللي يحدد الاختيار اللي اختاره ده الفكره ولا الشخص؟ لا يعني الكونتكست اللي انتوا فيه، السيتويشن نفسه اللي احنا فيه يعني. بالظبط. هل دلوقتي انا محتاج ان انا انفستور عشان محتاج اعمل حاجه تحتاج فلوس كتير وانا مش معايا الفند، او مثلا عايز تكبر اسرع مثلا فاختار انفستور. يعني ما هو انت على حسب انت عايز ايه. بس دي ليها البروز اند كونز بتاعتها ودي ليها البروز اند كونز بتاعتها. طب ما نقول بقى البروز والكونز. ماشي. يعني اكيد الانفستمنت انت هتبقى بتنكلود بتنكلود حد تاني، مش هيبقى عندك كامل الحريه مثلا ان انت تتصرف زي ما انت عايز. دي مثلا كونز. البروز بتاعتها ممكن تبقى الانفستر ده اصلا هيدخلك في نتوركس مثلا معينه تجيب لك كاستمرز، او مثلا هيبقى بيقاد من حته معينه هي مش موجوده عندك، ده بسايدز يعني الفلوس. فده جنرالي كده من ناحيه ايه اللي هو انت يعني من ناحيه انت خدت خيار الانفسترز. من الناحيه الثانيه البوت سترابنج انت عندك كامل الحريه ان انت تعمل اللي انت عايزه، بس ممكن اللي هو مش يعني ممكن اللي هو تكبر بايه مش تكبر بسرعه قوي يعني. انا ملاحظ ان انت قاعد بتتكلم بارافريز بس هو كان هو كان بيدور على الترمينولوجي. هو كان مش تكبر بسرعه دي كان عادي ممكن فاهم جايب الراجل اللي بره يخش يفتح يقول لك مش هتكبر بسرعه ويقفل تاني. ايه المشكله مثلا لو انا قررت ان انا هعمل حاجه عندي فكره اعملها وبعد كده جبت بس بعتها خدت فلوس انا بص انا مش ما هو ده الاكزit بقى ده انت يعني ممكن، بس انا ببقى شايف ان انت اوريدي لو انت مؤمن بفكرتك كامل الايمان مش سهل ان انت تبيعها. ويزعل بعد كده. هتحس ان هي بنتك. يزعل لما تشوف ان انا هو على فكره بيبقى فيه ثانيه. خلي البوينت دي عشان نسيت انت ما سمعتش قلت ايه، بس خليها وقولها لي بعد شويه. بس على البوينت دي ممكن يبقى لا ده قال لك هيرجع له، قال لك هيرجع فاهم. لا والله بجد هنرجع لك الحلقه الجايه نتكلم بقى عشان عايز ارد بس على حاجه قالها بسرعه. انت بتقول ان هو بيحب الفكره وكده فمش هيبقى عايز يتخلى عنها. مش يعني لا بتلاقي ممكن حد بيبقى بيحب كده بس اللي هو ايه تعب اصلا خلاص فاهم. بلغه الشارع جد يعني جاب اخ يعني بس يعني وممكن طبيعي انا محاول وانت راجل بس هي تقول ايه ادي اضافه. انا بقول ان انا ممكن الفكره دي لو كملت انا فيها هي خلاص جابت الخارج فانا بعمل ايه باخد فلوس وهكمل اللي هو ما عشان ما كبرتش. انا في حاجه ثانيه برضو انت قلت انا مش مؤمن بيها بقى. انا مش مش مؤمن ان في فكره بتجيب اخرها. يعني في كم حاجه طلعت وعملت فجاه وكده ده بس انا شايف ان ده عشان الشخص بدأوا يرجعوا تاني. انا شايف ان الشخص اللي هو اللي ماسك زمام الامور هو مش قادر ان هو يطور اكتر من كده. ليه مثلا ما عنديش ممكن اقول لك مثلا انا جاي لي فكره ثانيه فانا هاخد الفلوس دي اطلع بره الفكره دي خلاص كومبليتلي ديفرنت ممكن يبقى انا ممكن ابقى انا شفت فكره تانية انا هموت واعملها شايف ان انا هبقى انترستد اكتر عنها فخلاص انا هعمل اكزيت فعلا وانفست فكره تانية بس مش عشان هي جابت اخرها. مش عارف يعني شايف دي مشكله في الشخص مش بالفكره. هو يعني اللي بيوصل للاكزيت ده بيبقى 0.1% من اللي بيبقى الناس اللي عندهم افكار وبينفذوا افكار. فيعني فار فيتشت بس يعني. طب احنا الخطوه اللي بعد خيار من الاثنين بتبقى ايه؟ تختلف من خيار لاخر اللي هو لو اخترت دي او اخترت ده ولا بالنسبه لواحد بيبتدي دلوقتي بيطبق الفكره بتاعته لا هي والله سيميلر. هو مفيش خيار صح وغلط بس هو انت ايه بتتحول من يعني انا كنت الاول بحب بوت سترابنج بعدين بدات اللي هو لا انا عايز انفسترز بعدين دلوقتي انا بوت سترابنج رجعت تاني فاهم. بس في حته مني اللي هو طب ما ممكن انفستمنت تكبر كذا بسرعه فاهم. بس مفيش صح وغلط يعني. طيب احنا ممكن يعني الحلقه الجايه تقلقش الحلقه الجايه هنتكلم عن بوينت
انا دلوقتي انا عايز انفستور، ازاي اللي انا اخلي الانفستور ده اتراكت؟ الخطوات اللي انا امشيها. طب انا ممكن ابتدي بايه؟ طب انا ممكن، طب لو في انفستور قال لي انا هانفست، تمام، طيب والخيار الاخر، طب انا مشيت فيه، طيب ايه اول حاجه انا هعملها؟ هو دايما بيبقى انا ممكن ده فعلا حاجه جايه، بس دايما اللي هو لو عايز انفسترز المفروض ما تبقاش عايز انفسترز، فاهم ازاي؟ فاهم يعني ايه ولا في نظره البلاهه نظره يعني صح، اقسم بالله معانا جمهور والله العظيم يعني ابنهرنا والله. انا مؤاخذه انا عبد بس خلاص الحلقه الجايه هنفهم الكونفيوجن اللي كان ما فهمتوش. انا نفس نظره البلاهه اللي على وشوش.